السلام عليكم الناس، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. وانتم كتسمعوا لهاد القصه. مرحبا بكم في قناه قصص واقعيه مع ياسين. اليوم الناس والله الا جيت نشارك معكم واحد القصه اللي هي للعبره بزاف للبنات اللي كيتزوجوا على برا وما كتكونش عارفه فين غادا. هي غاديه جالسه في الراجل المغرب، كتشوف الفلوس وكل شيء، كتمشي ما كتعرفش اشنا هما العواقب اللي غتلقى من بعد او النتائج اللي غتلقى مورا داك الزواج ومورا كاع داكشي اللي شافت هنا في المغرب. داكشي باش قلت غنشاركها معكم للعبره وتستافدوا منها بزاف. كنتمنى انها دائما كنبغي نقول هذه الكلمه ماشي تعجبكم، تستافدوا منها للعبره احسن. المهم الناس، هاد القصه قصه مريم غنعاودها لكم كيف ما عاودتها ليا وبغيتكم تعطيوها حل اشنو دير. القصه الناس وما فيها هي هاد مريم كانت بنت عائله متوسطه الحال جدا، يعني الناس على قدهم على قد حالهم عايشين كما تنقولوا. عندها جوج خوتها، اختها وهي الصغيره كما تنقولوا هي الاخر ديال العنقود. خوتها تزوجوا كلهما، بقات معيش زعما حتى عروسه معيشاش معاهم. امهم تتقول لهم زعما اللي تزوج الله يسر ليها وليداتي، انا مرتك ما بيني وبينها هي التقار والاحترام، وانا تهلط ليا في ولدي راه بحال ما تهلط فيا حتى وحده، واخا تمشي تكريبي تكوزني المهم ما تسكنش معايا، يبقى الاحترام بيني وبين عروستي. فعلا داكشي كان تيجري خوتها، يعني ما كايناش شي وحده سكنات معاهم. من بعد جوج خوتها بجوجهم تزوجات اختها اللي بقات اللي كبر منها، وبقات هي كتقرا حتى وصلت الباك. صافي مورا الباك شدات ونجحات وهي تقول لباها عرفتي با بغيت نجي للجامعه، ويقول لها الله يا بنيتي وعرفتيني ما عنديش. وفعلا هما على قد الحال كما تنقولوا باها راجل كبير ما بقاش قادر يخدم عليها ويوفر لها كاع الطلبات. قال لها بنيتي الا مشيتي للجامعه خصك تكري، خصك مصاريف، خصك شحال حاجه، وانا بنيتي راه ما عنديش هاد الطاقه ديالك، زعما الطاقه كلها، يعني بلا ما نزبا نكذب عليك. قالت لي يا با وشنو غندير؟ قال لها والو بنيتي، غادي تجلسي مع امك في الدار تيجيب لك الله رزقك بحالك بحال خوتك. قال لها وغتمشي حتى انت للدار؟ قال لها هما بنيتي تقولي الجامعه خاصك الكرا، خاص المصاريف والقريبات المصاريف ديالها وكاع توصلي وتكملي خاصك باش تخدمي، وانا بنيتي راه ما عنديش ديك الطاقه كلها. فعلا تصنتت مريم لباها وجلست في الدار، وكانت عندها واحد جارتهم كدير هادشي ديال الراندا وديال التنبات وداكشي. علمتها شي مدة عامين وبقات كتخدم، شدات سميتو ديالها، شدات المهم علمت شدات الحرفه كما تنقولوا، ولات كتشد الكوموند في الدار، كتخدم كتنبت العيالات الجلال والكاش داكشي كاع اللي ما تنبت شي حاجه ولا بات شي جليليبه ولا شي قفيص براندا كتصاوبها ليها. واحد النهار ملي ما طلعها الناس مريم خرجت تتقدى، كانت تقادت لهم البوطه وخرجت بهاد جيبها. المهم عمرات البوطه تما جيبها هزا كتهزها شوي كتسرح شوي كتهزها شوي كتسرح شوي، وهي تلاقى مع واحد الراجل. صافي كان راكب في واحد الطوموبيل غاليه، طوموبيل كما تنقولوا المهم غاليه كتسوى، يعني قالك عطاها من 100 مليون الفوق. صافي وهو يقول لها مالكي يهز البوطه بوحدو، قال زعما ما كاينش اللي يهزها لك وداكشي. قالت لي لا كاين انا والوالدين ديالي في الدار. قالت لي تخدات البوطه وزعما قلت على الله لقى شي ولد السيكتور يهزها ليا، سامعه زهم منظري ما لقيت حتى حد. فعلا هزها ليها وداها لها حتى للدار. المهم عرف دارهم صافي ومشى السيد في حالاته. دازت شي سيمانه وهو يجي لدارهم، جا دق عليها يعني تحلات ليه الباب، قالت ليه السلام. قال لها واش عرفتيني؟ قالت لي يا سيدي عرفتك انت اللي هزيتي معايا ديك النهار البوطه. قال لها المهم، قال لها شنو سميتك؟ قالت له سميتي مريم. قال لها راه عرفتك سميتك مريم، بغيت نعاود نسولك زعما ما تكونيش كذبتي عليا. قال لها راه سولت عليك السيكتور وداك الشيء، وكنتمنى زعما الا بغى يجمعنا الله في الرزق
كنتمنى انا اصلا كنقلب بغيت نتزوج، وقلت ما نلقى ما احسن منك، باينه ليا بنت الناس وبنت داركم، وسولت عليك السيكتور. الناس في الحومه راه كلهم مشكروك ليا، وقالوا لي زعما بيتي المعقول يزيد للقدام، راه بنت الناس والله يعمرها دار وهذا وهذا، وعائلتها حتى هما الله يعمرها دار. فعلا الناس صافي قالت لي بلاتي واحد الدقيقه عافاك، ودخل قال لي ها وين كتب الله راه جاي نخطبك، نهضر مع والديك وداك الشيء. قالت لي واخا نقول بغيت تخطبني. قالت له ولا انت جاي تخطبني بوحدي؟ قال لي ها بوحدك؟ قال لي راه هي ما عنديش كي ندير، راه والدي انا كلشي والديا كاينين في كندا ما كاينينش هنا في المغرب، انا عندي واحد 3 شهور جيت للمغرب هنا وبغيت نمشي في حالاتي. قال لها المهم كتاب وبغيتي تقدم لك. قالت لي بلاتي واحد الدقيقه تسنى نهضر مع الوالد ديالي. فعلا دخلات ودوات مع امها وباها، قالت لهم راه كاين هو يقول لها باها ايوا زعما والدي ما كاينين على برا، على الاقل يدوزو لنا في التليفون ندويو معاهم. صافي عيطت عليه، دخل عند الوالد ديالها، جلس معاه دوا وحطو كما تنقول داكشي اللي قسم الله. قال لي راه سميتو فعلا دوا مع الكاميرا، دوات مع امها مع مو وباه وداكشي. قال لي راه ولي حنا كاين على برا وميمكنش زعما نجيو على ود الخطبه، ان شاء الله العام الجاي وهادي وين تفهم هو وياها، راه الله يسخر ما نزيدوهم حنا على الخير. فعلا تزوجت به مريم، داروا العرس ما خلا ما جاب ليها، المهم ما صدوا مع راسهم لا شرطات عليه ولا حتى شي حاجه. جاب لها اكثر من داكشي اللي كانت تتمنى طلبوا للراجل. الذهب سميتو الحوايج زوينين اخرين الماركات، ما خلا الروايح، ما جاب ليها الناس، عطاها الصداق زوين، ما دار ليها. فعلا موراها بسيمانه جا دار هو وياها العقد، داروا العرس، تكلف ليها بالعرس، قالها ما تهزي الهم والوالو كلشي على حسابي. تكلفوا بالعرس، مشات دارت العرس في القاعه، عيطت لعائلتها. المهم دوزو العرس، دوزو كاع داكشي اللي قسم الله. قال لها دابا نتيا صافي من العرس مشات جلسات شي سيمانه في الوطيل. قال لها دابا نتيا غادي تجلسي في داركم حتى نمشي نوجد لك وراقك وداكشي وغنجي ان شاء الله. قالت لي صافي واخا ماشي مشكل. مشات جلسات في دارهم وداكشي بين ما يوجد الوراق، على اساسه راه مشى واحد 3 ايام وجا ودار لها مفاجاه. قال لها راهي ضحكت معاك انا ما نمشيش اليوم، باقي لي 3 ايام عاد نمشي. قال لها راه شرا ليها فيلا وشرا ليها طوموبيل وحل لها كونط في البنكه وجاب ليها الوراق. قال لها راه شريت لك فيلا وشريت لك هذه باش يبقاو عندك دياولك في المغرب. فعلا مشات للدار عجباتها وداكشي. صافي دازت شي 3 ايام مشات معاها للدار وداكشي، جلست معاها شي 3 ايام. قال لها المهم يوجدوا الوراق ان شاء الله وغادي نجي نديك. قالت لي واخا. قالت لي دابا انا بنبقى بوحديتي، واش زعما نجيب الوالدين ديالي يجلسوا معايا بين ما تجي نتايا؟ قال لها ماشي مشكل. قال لها دابا هادي ولات دارك ديري اللي بغيتي. فعلا جا عيطت لما وباها جاو جلسوا معاها، حيت ما وباها مساكن عندهم هي بيتو كوزينه الناس على قد الحال. قالت لك الفيلا كي دايره والفراش والديكور، قالت لك ما عمرني كنت نحلم يكون عندي داكشي ولا نسكن فيه. منين الناس هو مشى جلس شي شهرين ولا 3 شهور بين ما وجد لها الوراق. صافي بقات هي جالسه مع والديها، حلها كونط في البنكه، قال لها اللي خصك هزيه وصرفي كي بغيتي ما تهزيش الهم وهادي. صافي مشات لدارهم عاوتاني وجدوا الوراق وداكشي. منين جا بيديها قال لها قالت لي واش والديا واخا يبقاو الضريبه تبقى خاويه يبقاو رادين ليها البال وكلشي، ومن هاد الدار دائما تبقى نقيه وكلشي. قال لها ماشي مشكل. فعلا خلات والديها في الدار عندها. صافي وكراو داك البيت الكوزنه اللي كان ديالهم، كراو تيتنعشوا منه وعايشين في الفيلا ديال بنتهم. صافي مشاو لكندا ولا هولندا يا ربي، المهم او في اوروبا فين كانوا عايشين. مشات هي وياه. قالت لك تنقول قالت لك وانا ما مشيتش لدارهم. قالت لك مشيت داني لداري واحد الفيلا.
قالت لك هي في الغابه كي دايره، قالت لك داكشي ديال الممثلين، قالت لك الحماق ماشي الفيلا. قالت لك ودازت شي يومين وانا مشيت تاني لدارهم، قالت لك دارهم عاوتاني كي دايره بحال، قالت لك الشيء داك اللي عجبك كنشوف انا في الافلام ما عمرني شفتو في الواقع. قالت لك بحال دوك الاغنياء، الناس الاغنياء اللي بزاف عندهم الحراس حدا الباب وعندهم داكشي بزاف. قالت لك صافي استقبلوني مزيان، رحبوا بيا كلشي. قالت لك صافي دوزت معاهم شي يومين، قالت لك وانا نمشي رجعت لداري. قالت لك ملي رجعت لداري واحد النهار، قالت لك جالسه انا وياه وانا نقول ليه قول لي فاش خدام. قال لي ها شبيتي انت انا فاش خدام وشنو كندير؟ قال لها شبيتي انت واكله شاربه لابسه مبرعه، ولا انت ما عليك هي اللي امري بها تجي حدا رجليك؟ قال لها هادشي اللي كتساليني. قال لها ما فاش خدام داكشي. قالت له ولكن انا مرتك ما ملحقش نعرف واش هادي قلت له يقول لها انا داير تجاره حره، تنبيع وكنشري بين الشركات وهادي صافي. قالت لك واحد النهار، قالت لك كنا جالسين صافي، قالت لك فقنا الصباح بقيت جالسه، قلت وانا نهبط كما تنقولوا لكب. قالت لك هبط وتيبانوا ليا شي كراطن وشي صنادق وشي سميتو. قالت لك تحنيت لهاديك الكرتونات شميتهم، قالت لك ريحتهم كدوخ. قالت لي شويه هو يشوفني هبط، قالت هو ينزل، قلت له نقول ليه شنو اش هادشي في هاد الكراطن؟ قال لك هو يقول لي شوف واش بغيتي تعيشي معايا بخير ما تسوليني على اشنو كاين واشنو ما كاين. قال لها انت ما عليك تعيشي حياتك كي بغيتي، لبسي كي بغيتي، كولي كي بغيتي، خرجي كي بغيتي، واللي امرتها تحضر. قال لها شي حاجه اخرى كلشي بعيد عليك، هذاك شغلي ما تنبيش انا اللي يدخل ليا في خدمتي وفي الامور الشخصيه ديال خدمتي. فعلا قالت لك تقبلت الامر، جاتني عاديه. قالت لك دازت شي شهر ولا شهرين وانا معاه، قالت لك وانا كنت نمشي تنقرا اللغه. قالت لك بقيت غاديه، قالت مشيت السيمانه الاولى السيمانه الثانيه، قلت لها انت مشكل تنمشي وتنرجع عادي. قالت لك واحد النهار وانا خارجه من المدرسه ديال اللغه وهي توقف واحد الطوموبيل كحله، هما يجروني داوني ركبوني. قالت لك داروا لي ديك الباندا على عينيا. قالت لك لاحوني في واحد البيت مظلم، قالت لي ما تنشوف والو. صافي بقيت جالسه فيه شي 3 ايام. قالت لك وعاوتاني صافي تنسمع غير الهضره الخارج وتيهضروا باللغه وانا بديك اللغه باش يهضروا وانا ما فاهمه والو، قلت تنسمع غير الهضره بزاف. قلت لك هو يقول لي صافي واحد وصلت العشيه هو يجي ويديني. قلت له يقول لي سمحي لي يا حبيبه كرفستك معايا وهادي قلت له نقول لها شنو هادشي ما فهمت. قلت لها انا ما فاهمه والو. قلت له يقول لها لا غير الباترون ديالي كان عندي معاه شي خدمه ومعاه باش نديرها ليه داروا لك نتيا هكا وهادي قلت لك هنا فين تلفني. دازت شي 4 شهور اخرى ولا 5 شهور اخرى. قالت لك واحد النهار كان خارج بخرج الطوموبيله من الكراج. قالت لك انا واقفه هكا تنشوف فيه. قلت في الكراج خلاص ديت الكوموند وكلشي، انا واقفه تنشوف فيه ما تفرقت معاه حتى لحد الكراج. قلت واقفه يلاه بعيد شويه على الدار الفيلا. قالت وهي طرطق الطوموبيل هو فيها. قالت بقيت صافي تبلوكيت، بقيتي جالسه في بلاصتي هربت للدار وبقيتي كنشوف. هذيك شويه عمرات الدنيا بالبوليس وعمرات بسميتو برجال الاطفاء، مع خلات الدنيا باش عمرات عرفتو اوروبا كي دايره. قالت لك فعلا، قالت لك عيطت لشيخي قلت لي راه كاين. قالت لك جاو. قلت له يقول لي، قلت له نقول لها شنو هادشي عمي راه ما باقي فهمت والو، واش هادشي كاين واش هذا. قلت له يقول لها ولا بنيتي راه هنا ولادي ما تيسمعوش. شحال مره قلت لهم عطيو اتساع على هاد الطريق، راه بنيتي خدمتهم تيخدموا مع المافيات ومع الا ما دابا يتعوج هكا ولا هكا تيصفيو عليك ما تيعقلوش عليك. قالت لي وانا عمي دابا اش بغيت ندير وهادي. قال لي ها اش غنقول لك يا بنيتي؟ قال لها فراسي شرا لك الدار والطوموبيل في المغرب. قال لها هادوك ديالك دارهم لك بسميتك خديهم. قال لها وانايا دابا ما عليا غير نفاسي لك فلوس باش تعيشي في المغرب تتوقفي على رجليك.
نفرسيك واحد المبلغ كبير شويه باش بين ما توقفي على رجليك به. قال لها وسير بنيتي عيشي حياتك في المغرب، رانا جالسينا راه ما غاديش تفلتي منهم. صافي قال لها والوراق باش نطلعك راه ما نطلعكش، هو بوراق قانونيه تاع الزواج واخا داير معاك عقد مغربي. قال لها نطلعك غير كونطرا، يعني وراقك كاع ما كاين. قال لها تسالي الكونطرا غتسمي بحال ما حارقه. قال لها لا هما انا النصيحه اللي ننصحك هو سيري ورجعي لبلادك. فعلا الناس هادشي اللي وقع. قالت لي دابا انايا حرت. هذا هو السؤال اللي بتسولكم البنات. قلت لها نحط انا القصه ديالك وكل شيء يعطينا الراي ديالو، واش تبقى في المغرب، واش تبقى تما لا برا ولا تدخل المغرب. انا في النصيحه اللي نصحتها قلت لها ديري داكشي اللي قال لك شيخك هو اللي كبر منك وعارفه، كون شي واحد كون ما يديرش معك هاد المزيان. قلت لها المهم عندك الدار عندك الطوموبيل بيحول لك الفلوس، واصلا خلي لك راجلك الفلوس في الكونط في المغرب احسن ما غادي. قلت لها دخلي للمغرب وعيشي كي بغيتي في راحتك وبعيده على السطح. قلت لها ومن بقيتي تما غتصدقي جابدة على راسك شي حاجه. قلت لها هادشي ديري. قلت لها حمدي الله ما ولدتي ما حتى شي حاجه اللي غيبقى شي ولا شي حاجه اللي غيبقى شادك تما. هذا هو اللي مهم. هذه النصيحه اللي نصحتها الناس انايا وكنتمنى دير بها. وشنو هو الراي ديالكم نتوما؟ ما تنساوش تكتبوا لي في لي كومونتير. المهم هذه نهايه القصه ديال مريم الناس. هذه قصه عاودتها لكم بالنسبه للبنات اللي كيجي الراجل ما كتعرفوا واش خدام منين داير دوك الفلوس ولا حتى شي حاجه، وكتم كتجوج معاه وكتمشي تلقى راسها في عالم تاني من غير العالم فاش عشت. لا هما الناس خصنا دائما نبحثوا ونسولوا الراجل ما كنعرفوش من اصله وفاصله وجدرو وشنو كيدير في خدمته. ما عندنا ما نجرب. بالاخص كتمشي لبلاد اخرى ماشي حتى في المغرب، الناس كيوحلوا هما في نفس البلاد تاعو عادي الا كنتي برانيه. المهم هذه هي القصه ديال مريم. كنتمنى انها تعجبكم وتستافدوا منها وتكون عبره لكم البنات. اي واحد خطبكم كما كان من اي بلاد حتى من المغرب عندنا ما بقاو ساهلين تكوني عارفه عليه كما تنقولوا الشاده والفاده وشكون هو. هذه هي نهايه القصه الناس. ما تنساونيش من لي لايك والاشتراك والضغط على الجرس باش ان شاء الله يوصلكم كل جديد. باي باي عليكم، خليتكم على خير.